نهاية المشير عبد الحكيم عامر من أكتر النهايات الغامضة. هل كانت انتحار بسبب الهزيمة ولا اغتيال؟ الساعات الأخيرة من حياته حكاها ابنه جمال عامر. جمال قال إن والده كان مقيم في الاستراحة تحت حراسة مشددة، وفي ورديتين للأطباء، كل وردية فيها دكتور بيتابع حالته. يوم الوفاة الوردية الأولى كانت مع دكتور مصطفى اللي كتب في التقرير إن النبض كويس والحالة مستقرة، كل حاجة كانت طبيعية لحد ما جت الوردية اللي بعدها، وردية الدكتور إبراهيم بطاطا طبيب الرئاسة الخاص. الدكتور قال إن المشير بدأ يعاني من قيء غريب ومش مفهوم، فاستدعوا خبير يشوف حالته. الخبير راجع كل الأدوية اللي بياخدها المشير ولقى إن مفيش ولا دواء من دول ممكن يسبب قيء ولا ليه علاقة بالمعدة أصلا. لحد الساعة 6 كان مكتوب في التقرير إن حالته كويسة جدا، لكن فجأة الدكتور إبراهيم بطاطا دخل عليه وبعد 10 دقائق خرج وقال المشير مات، لقيناه واقع في الحمام. جابوا فورا دكتور من مستشفى المعادي. أول ما وصل سأل دكتور إبراهيم إيه اللي حصل، فرد عليه وقال له كان عنده قيء شديد وواضح إنه أخد حاجة سامة. الدكتور قال لما دخلت الأوضة ما كانش فيه أي ريحة قيء، والأوضة كانت مترتبة جدا والمشير نايم وبيجامته المكوية زي ما هي، يعني لا حد وقع ولا حد رجع ولا حصل أي حاجة. طلبوا من الدكتور يكتب تقرير الوفاة فرفض تماما وقال لهم إنه دكتور باطنة ولازم دكتور تشريح. الفريق فوزي اتعصب جدا وكان عايز يقبض عليه، ولولا ان الناس اتوسطت له كان زمانه اترمى، وفي الاخر هددوا ان لو اتكلم هيدمر له حياته، فساب مصر بعدها وسافر يشتغل بره. من اللحظه دي والاقاويل كلها متضاربه، هل ده كان انتحار فعلا ولا مؤامره ولا كان في حقائق لازم تختفي؟ محدش يعرف، بس الشيء الوحيد الاكيد ان نهايه المشير عبد الحكيم عامر كانت من اغرب النهايات اللي حصلت في مصر. هل المشير كان يستاهل نهايه زي دي؟ لو عجبتك القصه ما تنساش تدعمنا باللايك والشير لان ده اكبر دعم لينا، واستنونا في القصه اللي جايه. سلام.